اوعى تسمع قرآن. انت سمعتني صح، اوعى تسمع قرآن. هتقول لي ليه يا امير يا منير ما تسمعش قرآن؟ اقول لك انه في موضة. الموضة دي منتشرة ما بين الشباب، والبداية بتاعتها كانت خير، بس انا شايف اللي هي رايحة له مش خير. الا وهي ايه؟ شوف الشيخ المنشاوي قال الآية دي ازاي، شوف الشيخ عمران قال الآية دي ازاي، شوف الآية العجب دي للشيخ مصطفى اسماعيل. فتجد آية أو آيتين ما أكملوش معنى، ولكن صوت الشيخ فيهم كان حلو، أو الشيخ قالها بمقام ما أبدع فيه. فابتدى كتير من الشباب يسمعوا القرآن بغرض التطريب. هو بيسمع صوت الشيخ ويطرب منه، اللي هو يا سلام يا شيخ، شوف قالها ازاي، هو قال ايه بقى؟ هو ما سمعش. فانا بقول لك اوعى تسمع قرآن. يعني ايه؟ يعني ما تسمعش قرآن بالطريقة دي. القرآن ما نزلش عشان يبقى طرب ومزيكا ويا سلام. القرآن نزل عشان يغير في القلوب ويقرب الناس من الله عز وجل ويعبدك لربنا. والصوت الحلو دوره انه يدخل قلبي، يعلقني بالآيات فتأثر، فبقى اسمع القرآن متأثر، يأثر في قلبي وابقى حاجة تانية. لكن هسمعه طرب، ده مش دور القرآن. فخدوا بالكم يا شباب، ينفع اسمع الشيخ عشان صوته حلو في الآية دي؟ ينفع، بس اوعى تسمع القرآن بالطريقة دي وتسيب انك تسمع القرآن. تسمع القرآن، تسمع السورة كاملة وتتدبر في معانيها وقلبك يرق ليها فتتعبد لربنا اكتر. فاهمين؟ اوعوا تسمعوا القرآن بالطريقة دي، اسمعوا القرآن صح. السلام عليكم.